السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضراتكم علام أحمد. هنوضح مع بعض النهاردة إن شاء الله الفرق بين حشيش الصمة وحشيشة الفلارس. لو احنا بصينا كده هنلاقي النبات ده فيه لمعة شوية، تحس إن هو عليه طبقة شمعية كده بتلمع، بالإضافة إن هو لو جيت أبص كده في القلب بتاعه ألاقي منطقة التاج كلها حمراء، اللي هو اللي أنا حاطط إيد عليه ده. النبات اللي جنبه ده حشيشة الفلارس. النبات اللي جنبه ده كده اللي انا بشار عليه ده حشيشة الفلارس. هلاقي المنطقة الحمراء تحت في منطقة التاج خالص من تحت، والنبات لونه افتح. هوريها لكم انا هنا شوية تبقى واضحة على ايدي هنا كده. لو جيت بصيت كده هلاقي من الشكل، هلاقي في ايدي تلات نباتات اهو، في اتنين لونهم فاتح ونبات واحد بيلمع كده. هو ده الصمة اللي انا بشاور عليه ده. الحمار لاول القمم النامية، بالاضافة ان النبات ليه لمعة مميزة. واللي جنبه ده كده ده حشيشة الفلارس اللي انا مشاور عليه ده حشيشة الفلارس. الصمة من اقوى الحشائش المقاومة لمبيدات الحشائش، لذلك بنصح السادة المزارعين ان لو عندك صمة في محصولك ما تستناش انك ترش على عمر كبير، ابدأ على عمر 22 يوم و21 يوم كمان، ما تستناش ان هي تفرع. يعني احنا لو بصينا هنا كده هنلاقي الصمة دي فرعت، دي بتبقى مقاومتها صعبة جدا. وايضا النبات اللي على ايدي ده ايضا بدأ يجيب كمان تفريعات في خروج، بتجيب تاني تفريع غير النبات غير العود الاساسي، فبالتالي بتقاوم الحشائش. مجرد ما بتخش في طور التفريع بتبقى مقاومة للحشائش جدا. لذلك بنصحك انك تشتغل على عمر 21 يوم 22 يوم قبل ما تخش بطور التفريع. ده برضو حشيش الصمة هنا، شوف حضراتكم حشيشة قوية جدا، حشيشة قوية جدا. اللمعة موجودة، اللمعة نبات قوي ومقاوم للحشائش، مقاوم لمبيدات الحشائش. لذلك بنصح السادة المزارعين انك تشتغل على عمر 22 يوم بمركب محترم زي مركب دولفيك بمعدل 400 سم للفدان. بعد 7-8 ايام تحط السماد بتاعك وتروي، ان شاء الله تاخد فيها نتائج كويسه. اتمنى اكون فدت حضراتكم. شكرا لحضراتكم.